الفيلم بيبدأ بفرقعة ألوان ودوشة جنونية في بونيول، أسبانيا. مهرجان لا توماتينا المشهور عالميا شغال على ودنه. الشوارع غرقانة بآلاف الناس اللي بيهيصوا، ضحكهم بيرن والطماطم المستوية بتفرقع في الهواء وتلطش الوشوش، الحيطان والهدوم. وسط الفرحة اللي شكلها بريئة دي، عملية أخطر بكتير بتحصل في الخباثة. مهمة مخابرات مشتركة بين ال MI6 وال CIA اللي كان المفروض يبقى مجرد شغل روتيني في ظل عمليات التجسس الدولية، فجأة بيتقلب لحاجة أخطر بكتير. اللي ماسكه المهمه مش اي كلام، دي عميله MI6 قاطعه معروفه برزانتها وذكائها الخارق وحسها اللي عمره ما خاب. هدف فريقها هو القبض اخيرا على فيكتور جرادوف، تاجر السلاح الروسي الخطير اللي اسمه مراعب قواعد بيانات المخابرات العالميه بقاله سنين. المفروض دي كانت تبقى عمليه قبض نموذجيه، بس من اول لحظه في حاجه مش مظبوطه، والعملاء بيتحركوا بيبان ان دي مش مجرد عمليه تصفيه بسيطه. جرادوف مغرق المكان بشبهاء ليه وديكورات وحاجات تشتت، محول المهرجان لمتاهه بتدوخ من كتر الخيوط الكدابه. كل ثانية بتضيع بتزود اللخبطة وتقربهم من الكارثة. فجأة نوال بتلمحها، عربية فان مشبوهة مركونة على الطرف، شكلها غريب قوي عشان تتجاهلها. حسها بيقول لها في مصيبة وهي عندها حق. في لحظة كل حاجة بتنفك، الفان بتنفجر وتعمل دوشة وتفجر معاها كمين ما كانوش شايفينه. ده فخ مترتب بدقة ومتنفذ بقسوة. الفريق بيتدمر في ثانية، أرواح بتروح، صحاب يحتفوا، الصريخ بيغرق وسط صوت الزعيق والدمار. مذبحة، صيانة، وسط الحطام، نويل في حكم الميت. ضحية تانية المهمة باظت خالص. بس في الوقت اللي العالم فاكر ان المخابرات البريطانية خسرت كام واحد من احسن رجالتها، في مصيبة اكبر بكتير بتحصل من ورا الستار. في عز الفوضى دي واحد اسمه آرثر هونج، صاحب جرافادوف الغامض والخطر، بيعرف يفلت من الزحمة ويوصل لإكيلون، أقوى وأخطر شبكة تجسس عالمية سرية في الدنيا. جوهرة تاج رقمية لجمع المعلومات دلوقتي في إيد ناس غلط. القصة بعد كده بتتنقل لقلب لندن اللي بينبض بالحياة، حيث ثقل السياسة العالمية بيدندن بهدوء تحت سما المدينة الممطرة. الكاميرا بتركز على راجل متكي على كنبة جلد، عينيه ثابتة على شاشة التلفزيون اللي بتنور. ده مش أي راجل، ده سام كلارك، رئيس وزراء المملكة المتحدة. ودلوقتي هو غرقان في نشرة أخبار عن وصول رئيس الولايات المتحدة ويل دارينجر. الراجل المقصود لسه واصل لندن حالا. هو هنا في زيارة قصيرة قبل ما يكمل لمؤتمر الناتو المرتقب في إيطاليا. مذيعين الأخبار تقريبا بينوروا من الفرحة، بيتغزلوا في كل حركة لدارينجر، في سحره، في ماضيه كنجم سينمائي. دارينجر اللي كان زمان أيقونة هوليوود محبوبة وعنده أفلام مكسرة الدنيا، دلوقتي غير نفسه وبقى قائد العالم الحر. بس بالنسبة لسام كل الحب الإعلامي ده بيزود غضبه، بس بيتحرك على الكنبة فكه مضغوط والريموت مدلدل من إيده. مجرد فكرة إنه يقضي وقت دبلوماسي مع ويل دارينجر، الراجل اللي سام شايفه ممثل أكتر ما هو رجل دولة بجد، بتمرر طعم مر في بقه. فلسفتهم ما ينفعش تكون مختلفة أكتر من كده، والمسرحي صوته عالي ومندفع. نبضه ساب ايه؟ سام بقى على النقيض هادي ورزين ومتشكل بعمر بحاله قضاه في خدمة الناس بصمت. سام زهقان وقلقان، قام طفى التلفزيون فجأة ومسك جزمته الكوتشي ونزل يجري في رشة المطر بتاعة الصبح بدري عشان يروق دماغه اللي محتاجة شوية صفاء. مساعدينه عارفين كويس انهم ما يوقفوش وهو في الحالة دي، واول ما كوتشياته لمست الاسفلت مساعده وصاحبه اللي من زمان كوينسي هارينغتون قال له الخبر اللي يهد الحيل. العملية المشتركة بين المخابرات البريطانية والامريكية في اسبانيا باظت، الفريق كله تقريبا ميت او مفقود، بس الاسم نوال بيست هو اللي وقف سام مكانه، ما اتحركش من بره، متدرب كويس قوي عشان كده. بس حاجة في عينيه اتغيرت، الخبر نزل عليه زي اللكمة في بطنه. نوال ما كانتش مجرد عميلة في الميدان، دي كانت صاحبة وأمينة سره، واحدة وقفت جنب سام من زمان قوي قبل ما السياسة تبلعه. خبر موتها اللي غالبا حصل في مهمة باظت مش خسارة شغله بس، دي خسارة شخصية. وفي اللحظة دي وهو بيهدي سرعته لحد ما وقف خالص تحت سما لندن الرمادية، رئيس الوزراء ما حسش انه زعيم عالم، حس انه راجل لسه خاسل حد غالي عليه. في نفس الوقت على الناحية التانية من المدينة ورا بوابات باكنغهام المدهبة، الرئيس ويل دارينجر كان بيستقر في مقره الملكي المؤقت ومعاه مراته وبنته الصغيرة. وكالعادة في اي مكان يروح ويل الاضواء بتجري وراه، معجبين ومتفرجين فضوليين اتجمعوا بالهبل بره بوابات القصر، شوية ماسكين لافتات وشوية تانيين يا دوب بيتمنوا لمحة من نجم هوليوود اللي بقى قائد
الأعلى. بالنسبة للناس هو أكتر من مجرد سياسي، ده نجم عالمي، رمز حي للكاريزما والجرأة الأمريكية. بس تحت السحر المسؤول ده وبابتسامة جازة للتصوير، شايل جواه غضب بيغلي، خصوصا لما الموضوع يوصل لنظيره البريطاني. صحيح الكاميرات بتلقط ابتسامات مجاملة ومصافحات قوية، بس بين 4 حيطان العلاقة بين ويل ورئيس الوزراء سام كلارك أبعد ما تكون عن الدبلوماسية. في منافسة مرة بتستوي بينهم، متغلفة باستياء مكتوم، وجهات نظر مختلفة، وكبرياء مجروحة. التوتر بين الرجلين بقى واضح للعين وفاضح للدنيا كلها، لدرجة انه بدأ يهدد التحالف اللي قايم على الدولتين. زيارة ويل للندن مش مجرد بروتوكول، دي خطة. مهمته انه يصفي الاجواء، يلملم نسيج الوحدة بتاع حلف الناتو اللي بدأ يتقطع قبل ما يفرط خالص. بعد وقت قليل من خروج عيلته لارتباق رسمي، ويل بياخد إيجاز على انفراد من مساعدته اللي ما بتغلطش، سايمون براتشو. نظرة وشها لوحدها بتقول له كل حاجة. المهمة في إسبانيا فشلت، بس اللي هتكشفه بعد كده أخطر بكتير. فيكتور جراروف اللي كانوا بيقولوا عليه مجرد تاجر سلاح كبير، طلع أخطر بكتير من ما كنا فاكرين. ده كان زمان مهندس أسلحة مارقة في السوق السوداء، راجل عنده عقل وموارد تخلي عنده القدرة إنه يخترع أدوات حرب الدنيا ما شافتهاش قبل كده. من سنين فرقة عمل بقيادة الناتو وجهت له ضربة قوية لما دمرت مجمع التصنيع السري بتاعه. من ساعتها جرادوف اختفى، لا أثر ولا ظهور ولا أي حاجة. 2 سنين كاملين مجتمع المخابرات ما سمعش غير همسات. عملية إسبانيا كانت أول فرصة حقيقية ليهم من زمان، فرصة نادرة عشان يوقفوه قبل ما يبني نفسه من جديد، بس جرادوف لعبها صح وفاتهم. بعد الدور ويل وسام وصلوا القاعة الكبيرة، مستنيهم مؤتمر صحفي مشترك. الجو مشحون بالضيق، لغة جسدهم بتخون الكلام الدبلوماسي اللي هيقولوه. مفيش دفع حقيقي، كله مجاملة بالعافية. طالعين على المسرح الصحفيين من كل حتة في العالم حواليهم زي الحرس. المؤتمر بيبتدي، بس فجأة بينحرف لما موضوع عملية إسبانيا بيتفتح. الصحفيين بيحدفوا أسئلة زي الرصاص، بيدوروا على إجابات وعايزين يحاسبوا. بس الخوف اللي ملا المكان مش بس عشان مهمة فشلت، ده عشان نظام إيشيلون. دلوقتي جراديف بقى عنده مفتاح إيشيلون، أخطر نظام تجسس في العالم بقى مكشوف. كل إيميل، كل مكالمة فيديو، كل كاميرا مراقبة، مفيش حاجة في أمان. براديف مش بس بقى خطر، ده بقى في كل مكان، عين مش بتتشاف في كل ركن من أركان العالم الرقمي. والأسئلة بتزيد، والخلاف الفكري العميق بين سام وويل دارينجر بيطلع على الوش. التوتر بيوصل لآخره، اختلافهم في الخطة، واحد بيوزن كلامه دبلوماسي والتاني جريء وبيواجه، بيولع خناقة قدام الكاميرات. بالعافية قدروا يمسكوا نفسهم وما يقلبوش بخناقة كبيرة، بس خلاص اللي حصل حصل. في دقائق بعد ما البث خلص، مقاطع من المؤتمر الصحفي انتشرت زي النار في الهشيم عن النت. الهاشتاجات ولعت والميمز طلعت، والعلاقة الهشة أصلا بين بريطانيا وأمريكا بقت فضيحة عالمية. لما الكاميرات اللي بتنور دي مشيت والمؤتمر الصحفي اختفى في دوشة الأخبار وكلام السوشيال ميديا، التوتر بين الزعيمين انفجر أخيرا في السر ورا الأبواب المقفولة. الدبلوماسية اللي مترتبة بعناية اتكسرت. سام كلارك وويل دارينجر راجلين رابطهم الواجب بس مفرقهم الفكر، دخلوا في خناقة سخنة قربت تبقى شخصية. غل قديم وخلافات سياسية وكره متبادل، كله طلع على الوش في خناقة خرجت عن السيطرة بسرعة. لحسن الحظ في مساعدين مخلصين على طول الخط زي سيمون براتشو لويل وكوانتس هارينغتون لسام، بيدخلوا قبل ما الدنيا تخرج عن السيطرة خالص وما تتصلحش. بهدوء واحترافية المستشارين دول بيعملوا أكتر من مجرد تلميع صورة، بيطلبوا من الزعيمين إنهم ينسوا خلافاتهم عشان خاطر المنظر العام قدام العالم كله. مع قرب قمة الناتو والدنيا كلها واقفة على كف عفريت بعد فضيحة عملية إسبانيا، رمز الوحدة أهم من أي وقت فات. سيمون بتقترح خطوة استراتيجية، الزعيمين لازم يسافروا مع بعض على متن طيارة الرئاسة لواشنطن إيطاليا. سفرهم جنب بعض هيدي انطباع بالقوة والتكاتف، ودي رسالة مهمة قوي في وقت فيه العالم مش مستقر على مضض وبقرف باين قوي. والوسام بيوافقوا. في نفس الوقت بعيد خالص عن المسرح السياسي والتوتر الدبلوماسي، منظر تاني خالص اسود بيحصل في كوت ديزور فرنسا، جوه عزبة منعزلة غرقانة في الفخامة والضلمة. فيكتور جرادوف بيكشف عن مدى قسوته اللي ملهاش حدود، بيوجه القناص اللي غلطة بسيطة منه في عملية أسبانيا كانت هتبلوظ كل حاجة. مفيش فرصة تانية، ولا في تفسير ولا في رحمة.
جرادوف بيقتل الراجل من غير تردد عشان يوصل رسالة قاسية للشبكة بتاعته على متن طيارة الرئاسة على ارتفاع آلاف الأقدام فوق الأرض. والوسام بيحاولوا يتكلموا كلام كويس قدام الموظفين والحرس. كام دقيقة كده بيتكلموا كلام عادي مهذب. في الدقايق اللي فاتت الشرطة مش مسموح ليها تاخد إجراء من القمم اللي فاتت، حجاب، طعنات في سياسات الخارجية، بس ما بياخدش وقت طويل عشان الأدب يختفي. غيب قوي رجعوا تاني خناق، بيتخانقوا على الحكم والقيادة وشيلة السلطة التقيلة. كأن الكابينة الضيقة دي بتكبر خلافاتهم قوي، بس يدوب صوتهم عالي. القدر دخل ولعب لعبته. ده اللي أنا قلته. إيه ده؟ من غير ما حد على الطيارة يعرف، الطيارة ما بقتش تحت السيطرة بتاعتنا. في حتة جوه أوض العمليات الرقمية بتاعت إيلون، ناس جراد أوف اختلقوا أنظمة الطيران. ده شن هجوم مباشر، ضربة محسوبة عشان يخلص من الزعيمين بضربة واحدة قاضية. الرحلة دبلوماسية بقت هدف غالي قوي. الانذارات ضربت والأمن اتجنن. بره الطيارة حرارة صواريخ تطير نورت، صواريخ جاية علينا. أهي جت طريقة تانية. في الأول سام وويل مكملين خناق، مش واخدين بالهم من الفوضى اللي بتحصل حواليهم، بس النكرة الجامدة اللي حصلت للطيارة فجأة وبعدها صوت صفارات الإنذار اللي ملا الدنيا فوقتهم على الواقع المرير. الرعب دب في قلوبهم. الطيارة بتحسرة وسط الفوضى دي. عميل جري عليهم، ما دخلش تفاصيل كتير، لازم تنطوا مفيش وقت. زق في ايديهم باراشوتات وبيزعب اوامر وسط صوت المواتير اللي بايظه. قبل ما يزقوهم بره في السما اللي بتشتي، العميل بص في عينهم الاتنين وادالهم امر اخير: روحوا البيت الامن في بولندا، مهما حصل لازم تعيشوا. وبعدين من غير ما يلحقوا يفكروا، الرجال الاتنين اترموا من الطياره، بينزلوا في السما ببلاش في المجهول. 2 خصوم سياسيين اتحولوا فجأة لهاربين على مضض، مفيش حاجة موحداهم غير غريزة البقاء. الخبر انتشر زي النار في الهشيم. في خلال ساعات الأخبار العاجلة بدأت تملأ وسائل الإعلام الدولية. طيارة الرئاسة الأمريكية وقعت فوق الأجواء البيلاروسية. اللي ما كانش حد يتخيله حصل. الرئيس ويل دارينجر ورئيس الوزراء سام كلارك. يا كلارك، 2 من أكبر الشخصيات في الدنيا مفروض إنهم ماتوا في اللي بيقولوا عليه عمل إرهابي مأساوي، وكلام كتير طالع نازل. يا ترى ده عطل فني ولا ضربة مقصودة ولا علن حرب؟ العالم كله كاتم أنفاسه والهرجلة بتغلي من تحت لتحت. في واشنطن العاصمة، الحكومة الأمريكية بتجري بكل قوتها عشان تلم الليلة. نائبة الرئيسة إليزابيث كيرك ثابتة وجواها زلزال، طلعت على المنصة في أوضة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، وحمل الأمة الحزينة كله على كتافها. أعلنت نفسها رئيسة بالنيابة. صوتها هادي بس في حدة، وهي بتتوعد تكشف الحقيقة ورا الهجوم ده وتجيب اللي عملوه مهما كانت المؤامرة كبيرة أو واصلة لفين. بس بعيد عن مراسم العزاء الرسمية والبيانات، الحكاية الحقيقية لسه بتبتدي. في الغابة الكثيفة اللي جنب حدود بيلاروسيا، راجلين متبهدلين غرقانين مية ولسه عايشين، بيحاولوا يقفوا على رجليهم وسط حطام الهبوط الاضطراري بتاعهم. تايهين مش عارفين هما فين ولوحدهم في أرض معادية. الرئيس ويل دارينجر ورئيس الوزراء سام كلارك لقوا نفسهم في وضع عمرهم ما تخيلوه. مش واقفين ولا منصات ولا بيتفاوضوا في كمم، لا، دول بيهابوا من الموت وبيتشبثوا بالحياة ومش لاقيين غير بعض يسندوا بعض. بدلهم متقطعة، تليفوناتهم ضاعت، الحرس بتاعهم مات، والعالم كله فاكرهم ماتوا هم كمان. والواقع المرير ابتدى يستقر في دماغهم. ويل متمسك بالأمل، كاريزمته وتفاؤله الطبيعيين بيدفعوه انه يصدق ان في فريق انقاذ جاي في الطريق، وان في حد في مكان ما بيتتبعهم وبيجهز لعملية انقاذ سرية. هيلاقونا. بيصروا هو بينفض التراب والدم من على اكمام بدلته. دايما بيلاقونا. بس سام اللي دايما شايف الدنيا على حقيقتها مش سايدة ومصدق الكلام ده خالص. بيبص بغل وقهره بيغلي تحت وشه المدغدغ. مش هيجوا، بيقولها بجزمة. مش دلوقتي، مش بعد اللي حصل ده. حد من جوانا بعده، واللي عمل كده اتأكد ان العالم كله فاكرنا ميتين. محدش هيخاطر يعدي خطوط العدو عشان جثث. الكلام نازل تقيل في الهوا. مش مجرد خلاف، دي مصيبة. مش مجرد غايبين عن العملية، مش مجرد مستهدفين للإنقاذ، اتمسحوا من الوجود. وكده في وسط قطر غريب ومعادي، أقوى راجلين في العالم اتقلبوا هربانين ملهمش ظهر، ولا معاهم قرش ولا خطة غير واحدة بس: يعيشوا كفاية عشان يوصلوا البيت الآمن في بولندا. 15 كيلو، ده كل اللي فاصلهم عن أمل النجاة. حتة أرض قاسية ومتعبة اللي بيحرسوها هيضربوا نار أول ما يشوفوهم. بس ده أملهم الوحيد، مفيش حل أحسن وما بقاش عندهم حاجة يخسروها، فبيشدوا سيور العدة اللي عملوها على ضيق ويبتدوا يمشوا. السكوت اللي بينهم ما بقاش بس خلاف سياسي، ده خوف وتعب والمجهول المرعب.
بس مع كل خطوة بياخدوها بيبتدوا يفهموا إن لو عايزين ينجوا هيحتاجوا أكتر من تخطيط وبقاء، هيحتاجوا يثقوا في بعض. في تريستا إيطاليا، حيث كبار الشخصيات والقادة العسكريين ابتدوا يتجمعوا تحت سحابة شك بتغمق، الرئيسة بالنيابة إليزابيث كيرك ما بتضيعش وقت، بمساعدة خبراء الأمن السبراني الكبار بتؤمر بإعادة تشغيل إيكيلون فوراً، جوهرة التاج بتاعة المراقبة الدولية. السباق ابتدى عشان يستعيدوا السيطرة على النظام اللي اتخرب قبل ما يقع في إيد العدو بالكامل، والكود بينزل على الشاشات اللي بتنور، والفنيين بيتسابقوا بين طبقات الحماية، أمل بيظهر لحظة على حافة النجاح. بس في اللحظة اللي التسلسل الأخير قرب يخلص، خرق مدمر بيشق السيرفرات. أرسل هاموند اللي دايما سابق بخطوة بيعرف يتسلل للريبوت، بس خلاص فات الأوان. في ثواني معدود السيطرة بتفلت من إيد الناتو وتقع بالكامل في إيد فيكتور جرادوف. السيستم اللي كان أداة للأمن العالمي بقى دلوقتي سلاح للتلاعب الجماعي. إتشلان بقى بتاعه. في نفس الوقت على قارة تانية، مفترضين إنهم ماتوا ولسه بيهربوا، ويل ودارجنجر وسام كلارك بيتعلموا قد إيه ممكن تكون الحياة صعبة في العالم الحقيقي. محتاجين وسيلة مواصلات بأي تمن، وكل ثانية بتفرق. بيلمحوا عربية مركونة ومحدش واخد باله منها وبيحاولوا يسرقوها، بس حظهم زي الزفت على طول الخط. شوية عيال بلدي بيمسكوهم وهم بيعملوا كده، واللي بدأ بخناقة بسيطة بيقلب بسرعة لخناقة كبيرة. عددهم قليل وقواتهم أقل، والاتنين بيستعدوا للضرب مبرح مفيش مفر منه. فجأة النجدة بتيجي في صورة محدش يتوقعها. ست عجوزة قصيرة جدعة وشكيتة بشكل مفاجئ بتتدخل من غير تردد، ومعاها مقشة في إيدها وصوتها عالي، بتطرد العيال كأنها بتطير دبان. لا بتسأل أسئلة ولا بتبدو مستغربة وإنها قلقت. اتنين سياسيين نص ميتين بيتخانقوا على جنب الطريق. بكل بساطة بتعرض عليهم توصلهم للحدود البولندية في صندوق عربيتها الكارو المليان على آخره خرفان بتنزف. رحلة مش مريحة خالص، بس بتعديهم عبر مناظر طبيعية من الغابات وطرق الحدود لحد ما أنوار وارسو الساطعة بتبدأ تظهر والعربية بتهدي. ويل وسام بيشكروا الست العجوزة بامتنان حقيقي. لطفها يمكن هو الحاجة الوحيدة اللي واقفة بينهم وبين الموت. بتبتسم ابتسامة عارفة كل حاجة، بتميل راسها وتمشي بالعربية من غير أي ضجة. ده في طاقية بفلوسهم. ضابط المخابرات الأمريكية مارتي كومر بياخدهم عنده. ده معارف قديمة ومديون لهم بأكتر من خدمة. الخزنة متواضعة، مأمونة ومستخبية على الأقل دلوقتي، بس الكلام ده مش هيدوم. اللي مش واخدين بالهم منه إن سيطرة جروتهاف على إيكيلون خلتهم مكشوفين تاني. كل عدسة كاميرا، كل برج شبكة، كل نبضة ديجيتال ممكن تكون مخبر. مكانهم ما بقاش سر. من ساعة ما حطوا رجلهم في وارسو رجعوا اللعبة تاني. مارتي بيشرح لهم قد إيه الدنيا باظت. اختراق إيكيلون قلب الدنيا في مجتمع المخابرات العالمي. حبايب زمان بقوا بياكلوا في بعض. الثقة بتتبخر بسرعة، وقمة الناتو اللي جاية ما بقتش مجرد اجتماع، دي هتبقى ساحة حرب جيوسياسية. كمان بيلمح لوجود توترات بين الرئيس بالنيابة كيرك وسايمون برادشو، حتى في دايرتهم المقربة الولاءات بتتفكك. ويل المتفائل دايما بيقول إن ده وقت الاتصال بالسفارة الأمريكية وكشف الحقيقة إنهم عايشين. ده ممكن يقلب الموازين ويرجع النظام. بس سام عنده شك كبير، مش عارفين مين بيتصنط علينا. القيادة العليا غالبا مخترقة، لو عملنا غلطة واحدة مش هنعيش كفاية عشان نشرح نفسنا. النقاش بيحتد مرة تانية. راديلين عندهم نفس الهدف بس غرائز مختلفة تماما. بس قبل ما يوصلوا لأي قرار الخطر بيوصل. قتلت جروتهاف ساشا وأولجا، 2 عمليات دمهم بارد ودقيقين بشكل مميت. وصلوا لمكانهم. الخزنة بتنفجر في فوضى، الرصاص بيكسر الشبابيك والخيالات بتتحرك بنية القتل. المطاردة ما بقتش هادية، دلوقتي بقت حرب. وبينما الرجالة بيحاولوا يقتلوا ويل وسام، مارتي بياخد جزاؤه. كان واخد مسؤوليته في حمايتهم بجدية قوي. هو لوحده خد جروتوف كله ونزلهم لتحت، ما عدا ساشا وأولجا اللي ضربوه بالنار في دماغه. لما شافوا حالة مارتي، ويل وسام خدوا المخرج الثاني، وأول ما طلعوا من المبنى اتقبض عليهم. بس قبل ما أي حاجة تحصل، نويل ديساي انقذهم، اللي بطريقة ما نجا من هجوم جروتوف في أسبانيا. القصة بتاخد لفة جامدة قوي لما نوير بيقول لهم إنه كل اللي جروتوف بيعمله ده بسبب طار شخصي. ابنه كان عالم، ومن سنين لما دمروا مصنع التصنيع بتاعه اللي كانوا فاكرين إنه بيبني فيه قنابل نووية وهو ما كانش، قتلوا ابنه بالصدفة. والتين بلة مش بس قتلوا ابنه، دول كمان غطوا على الجريمة وسرقوا تكنولوجيا ابنه عشان يستخدموها لمصالحهم. ودلوقتي دافع جروتوف مش مجرد انتقام، ده تدمير الناتو بالكامل من جوه. وده مش كل حاجة، هم معتقدين ان جروتوف ليه حد في السلطة شغال معاه، عشان من غير مساعدته ما كانش هيقدر يعمل كل ده. اول واحد شاكين فيه هو كوينسي، عشان هو اللي اجبر سام يسافر في نفس الطيارة مع ويل. من ناحية تانية برادشو بتخبر الباقيين عن الهجوم على البيت الامن في وارسو،
معتقدة إن ممكن سام وويل لسه عايشين. كوينسي مش مصدقها عشان كلهم شافوا إيه اللي حصل للطائرة الرئاسية اللي كانوا مسافرين بيها. كيرك أكد إن المخابرات هتبص في الموضوع، في حين إنهم كلهم محتاجين يحلوا مشاكل الناتو. كوينسي كمان بيقول لبرادشو تصدق إن قادتهم راحوا والأحسن تتقبل به بدري بدل ما تتأخر. في الوقت نفسه في وارسو، سام مش مصدق إن كوينسي ممكن يكون شغال مع جروتوف عشان هو يعرفه من زمان قوي. نويل زهق من خناقهم. أوكرانيا بتقول لهم يبطلوا ضرب ويركزوا ازاي يوصلوا تريستا، بالعافية بيركبوا قطر يا رب يوصلهم لإيطاليا بالسلامة. الناحية التانية في فرنسا هامون بيجيله تنبيه من الإتشيلون إن ويل وسام اتشافوا في محطة القطر، بس بيتردد يقول الكلام ده لجرادوف. بيوصلوا النمسا بخير من غير أي مشاكل، بس لسه المشوار طويل قوي على تريستا. في السكة ويل بيكتشف إن سام ونويل كانوا مرتبطين ببعض قبل ما سام يقرر يترشح للرئاسة، وهي نازلة تجيب لهم فطار. سام بيعترف إنه كان نفسه يغير العالم وإنهم يكبروا مع بعض، بس نوال ما كانتش شايفة الموضوع بنفس طريقته وسابوا بعض. كام لحظة سكوت بتعدي وفجأة واحد من قتلة جرادوف بيهجم عليهم، بس هامونج اللي زهق من شغل الإجبار ده لجرادوف بيقتل القاتل، بس بيتصاب إصابة بالغة في العملية دي. نوال بتوصل لما بتسمع الدوشة، بس سام بيمنعها تقتل هامان. في أنفاسه الأخيرة بيقول للتلاتة إن في خايل من جواهم شغال مع جرادوف، ما يعرفش مين هو، بس هو اللي ساعد جرادوف يدخل الإتشيلون وحتى يوقع طيارة الرئاسة. بيقول لهم ينزلوا من القطر حالا وإلا هيتقتلوا على إيد راجل جرادوف في المحطة اللي جاية. بيقول لهم على مكتبه القديم في زادار كرواتيا، وإنهم من هناك ممكن يعرفوا مين اللي خانهم. مع إن نوال مش بتحب فكرة النط من قطر ماشي، بس الولاد مصممين وبينطوا كلهم. في الوقت ده الجو متوتر شوية في البيت الأبيض عشان كل الدول التانية شايفين إن حل الناتو هو أحسن حل دلوقتي. بعد ما نزلوا من القطر التلاتة بيسرقوا عربية وبيوصلوا للمكان اللي في زادار، بس رجالة جرادوف بيوصلوا هناك برضو. سام بياخد على عاتقه إنه يوقفهم، في حين إن نوال وويل بيحاولوا يعرفوا مين هو الخاين وهم بيدوروا. لما فتشوا كمبيوتر هاموند بالعافية لقوا محادثات قديمة بتورط مساعدة ويل دارينجر سيمون براتشو. اتصدموا، بس مفيش وقت للزعل عشان كانوا بيتضربوا نار. وسط الهيصة دي سام مات في انفجار، بينما نويل وويل عرفوا يهربوا. قلبهم مكسور بس مصممين يكملوا مهمتهم. ويل ونويل خدوا مركب لتريستا. قبل تصويت الناتو ب30 دقيقة وصلوا مينا تريستا، وويل كلم إليزابيث كيرك وقال لها إنه لسه عايش وإن براتشو هي اللي عملت كده، وعدت إنه هتأخر التصويت على قد ما تقدر، وقفلت السكة. بعد شوية عربية جت عشان توصلهم، بس اكتشفوا ان الخاينة بجد هي نائبة الرئيس إليزابيث كيرك اللي لبست براتشو التهمة عشان تضللهم. لما عرفوا الحقيقة بقوا بيحاربوا عشان يعيشوا، وكيرك ورجالة جروتوف بيجروا وراهم في تريستا كلها. فجأة سام ظهر وأنقذهم، اللي كان نجا من الانفجار في زادار وجري بالعربية المطافي من كرواتيا لحد تريستا. لما شافوه الأمل رجع لقلب ويل ونوال وباسوا سام بحرارة، بس الخطر لسه مخلص عشان لسه رجالة القتل بيجروا وراهم. بالعافية وصلوا مكان قمة الناتو وهم بيحاربوا عشان حياتهم قبل ما التصويت يخلص. وصول سام وويل عمل صدمة للكل، كلامهم عن الوحدة والقوة منع حل الناتو. كيرك كشفت عن وشها الحقيقي وقالت إن أمريكا مش محتاجة التحالفات دي، وويل واجهها بأفعالها الغلط، بس جروتوف ضربها بالنار وموتها، ورجالته هجموا على القمة. لما الناس بتجري عشان تنقذ روحها، نويل وويل وسام بيجروا ورا جرادوف. نويل بيتخانق ويقتل ساوتا، وسام وويل يكملوا جري ورا جرادوف، وفي الآخر يخلصوا عليه لما ويل يحدف تمثال على الهليكوبتر بتاعته فتقوم واقعة. في وسط ده سام بيتصاب إصابة جامدة قوي، بس ربنا بينجي. بعد الحكاية دي بشهرين العلاقات جوه الناتو اتصلحت، وكلارك ودارينجر بقوا أصحاب قوي. المشهد يقلب عليهم وهم قاعدين بيشربوا سوا ويتكلموا عن العيال والحياة. الفيلم يخلص بمشهد في بار مارتي كومر عمال يعاكس في البنات، ويتكشف انه نجا من الهجوم اللي في وارسو عشان كان في صفيحة حديد في دماغه. بعد ما البنات تنشح حكاياته واحدة بس صدقته.